النهارده وانا بتمشى قابلني الموقف ده. حبيت ان انا اصوره لكم قد ايه الراجل ده جميل جدا جدا جدا. ربنا يبارك له يا رب، اللهم امين. قد ايه لسه في ناس جميله في الدنيا. النهارده زي ما انتم شايفين كده، المفروض ان احنا كنا واقفين منتظرين العربيه، فكذا تاكسي عدى من قدامنا. في تجمع للكلاب والقطط في المنطقه دي، واقفين زي اللي منتظرين حاجه. وعاوزه اقول لكم ان اول ما التاكسي ده جه، في تجمهر من الكلاب والقطط جريوا على التاكسي، كأن عارفين ان هو ده التاكسي او معلمينه بحاجه. وزي ما انتم شايفين كده، صاحب التاكسي الجميل ده اللي ما ينفعش نقول عليه غير انه جابر الخواطر، ربنا يبارك له اللهم امين. لقيناه التاكسي وقف وكل الكلاب والقطط اتحوطوا حواليه، ونزل من التاكسي وفتح شنطة العربية وطلع كيس سمك وكيس رجول، وكأن الكلاب دول كلهم والقطط دول كلهم عارفين مين اللي هينزل من التاكسي، يعني صاحبهم. فالناس اتجمعت وسألوه. قالوا له كذا تاكسي عدى من دلوقتي ونفس الشكل. وسبحان الله، زي الكلاب والقطط معلمينك انت او معلمين التاكسي بتاعك. قال لهم انا بقالي كام سنة باجيلهم هنا بالاكل في نفس الميعاد، وبيقفوا مستنيني عارفين ان انا جاي، ولو يوم اتأخرت عليهم باجي الاقيهم قاعدين منتظرين. يعني بجد شابوه ليك، هو ده اللي ينفع يكون ترند.